السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد ودعما لنا. فقد أثار فتح برج محمد السادس أبوابه أمام العموم موجة واسعة من الجدل في المغرب بعد الإعلان عن أسعار التذاكر التي اعتبرها كثيرون مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. فقد تم تحديد ثمن الولوج في حوالي 250 درهما للبالغين و80 درهما للأطفال والشباب، وهو ما وصف بأنه تسعير ترويجي بمناسبة الافتتاح. وفور انتشار هذه الأسعار عبر عدد كبير من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم واستيائهم، معتبرين أن زيارة هذا المعلم أصبحت مقتصرة على فئة محدودة في وقت تعاني فيه فئات واسعة من ارتفاع تكاليف المعيشة. كما رأى منتقدون أن هذه التسعيرة قد تحرم شريحة كبيرة من المواطنين في الاستفادة من هذا الصرح الذي يفترض أنه موجه لجميع المغاربة. ورغم الإقبال الكبير الذي شهدته عملية الحجز حيث نفذت تذاكر الأشهر الأولى بسرعة، إلا أن الجدل حول غلاء التذاكر لا يزال مستمرا بين من يرى أنها تجربة سياحية مميزة تستحق الثمن، ومن يعتبرها صدمة جديدة تزيد من إحساس المواطن بالإقصاء من مشاريع بلاده.